وليكن ترابيزه، لان لو في حاجه وقعت من السقف، اذا كان مش لازم نجفه فقط، لكن ممكن كتله اسمنتيه من السقف تنزل على راسي، يعني تبقى تسبب جرح شديد وربما يعني وفاه. فيبقى بيحمي راسه وقت الزلزال فقط، وطالما الزلزال انتهى ما فيش حاجه وقعت يبقى خلاص، يبقى يعني يقدر بقى يطلع مره ثانيه. لكن التزاحم ده هو اللي بيسبب المشاكل الكبرى. وخصوصا احنا الزلازل اللي حصلت يعني الحقيقه كانت في الفجر، وبالتالي ما كانش في تجمعات، عشان يبقى بالتالي ما فيش اي ازدحام ولا مشاكل حصلت نتيجه التدافع في وقت الزلزال، لان الكل كان في بيوته. وكانوا ودي برضه يعني الحقيقه من ناحيه ثانيه ان نلاقي ان البيت كله، البيت اللي وقع اكيد سكانه كلهم كانوا موجودين جوه، وبالتالي الاعداد يعني الحقيقه يعني انا شخصيا اتوقع لا الاف، الاف. لان يعني واتمنى ان احنا نلحق النهارده ولا نفقد الامل في استخراج ولو حتى واحد من مبنى بالكامل، طالما فيه الحياه ونستطيع ان يعني نساعده ان يخرج بسلام فلنفعل. حتى غدا لا نفقد الامل. احنا عندنا كان في واحد قاعد اكثر من 3 ايام وخرجناه. أعود مرة أخرى إلى المسائل العلمية، يعني في حالة هذه الزلازل، غير مسألة تهديم المباني، لماذا نرى أحيانا شقوقا كبيرة تحدث في الأرض، أحيانا حفر تصبح؟ القشرة الأرضية مكونة من صخور بنقول عليها صلدة، بمعنى لما بتتعرض إلى قوى ضغط أو شد بتنكسر، ونتيجة إن في قوة بتحدث وإن ربما في قوى اندفاع من أسفل إلى أعلى، بنلاقي إن الطبقة السطحية تتشقق. نتيجة إن لو بتنتفخ الكتلة الصخرية السطحية ليست بلاستيك علشان تنثني دون أن تنكسر، لا ده مجرد هي لو كانت يعني أفقية بهذا الشكل ويطلع أي قوة تدفعها هتنكسر من أعلى، وبالتالي هنا هنلاقي بيحصل التشقق. أو لما بيبقى في كتلة وفي فالق وتنزلق، دائما مع وزن هذه الكتل في جزء بينزلق ربما أسرع من الجزء الآخر، فبنلاقي إن الجزء نزل والتاني لسه ما نزلش بنفس السرعة، لازم هيحصل كسر، لأن دي صخور ما هياش مرنة. يمكن الصخور في تحت القشرة الأرضية بتبقى صخور مرنة. طيب هناك من يعني لكن القشرة اللي احنا عايشين عليها، من الناس من يخلط بين مسألة يعني زلزال ضرب البر وتسونامي، يعني هناك ربما وأنت أدرى يعني في ذلك أنه التسونامي هو عبارة عن